بتشوف الناس بتتعلم حاجات بسرعة الصاروخ وبتسأل نفسك ازاي؟ الموضوع مش موهبة، دي طريقة ذكية. لو طبقتها هتتعلم أي مهارة في 30 يوم بس. ركز على أهم 20، مش لازم تتعلم كل حاجة. طبق مبدأ 20-80 باريتو اللي اتكلمنا فيه قبل كده، يعني 20% من المعلومات هتديك 80% من النتائج. زي لو بتتعلم لغة جديدة ما تبدأش بالقواعد المعقدة، احفظ أكتر 500 كلمة مشهورة وهتفهم 80% من أي كونفرزيشن بيحصل قدامك. استخدم ذا برو ميثود، خد المهارة وقسمها لأجزاء كتيرة قوي صغيرة وتعلم كل جزء لوحده. زي إيه؟ عايز تتعلم المونتاج، ما تبدأش بكل البرامج مرة واحدة، ابدأ بتقطيع الفيديو، بعدين الألوان، وبعدين خش في الترانزيشن. مفيش وقت، لا، انا كل اللي عايزه منك 90 دقيقه بس في اليوم. لازم يومك كله يروح في التعليم. طبق نظام اسمه ديب وورك، 30 دقيقه في الصبح تتعلم نظري، تشوف فيديوهات وتقرا شويه، 30 دقيقه بعد الظهر تطبيق عملي بسيط، 30 دقيقه بالليل مراجعه وتكرار اللي اتعلمته. والاستمراريه اهم من عدد الساعات. العبها صح، طبق قبل ما تحفظ. العقل بيفتكر اللي بتجربه مش اللي بتسمعه يا سيدي. عشان كده جرب المهارة على طول حتى لو مش جاهز. عايز تتعلم الكتابة، اكتب بوستات صغيرة كل يوم. عايز تتعلم المونتاج، اعمل فيديوهات لو حتى حاجة صغيرة بسيطة يا جدع. عايز تتعلم البيع، جرب تبيع اي حاجة اونلاين النهاردة. اعمل حاجه اسمها تحدي 30 يوم. ايه ده؟ كلاشيه، عديها لي معلش. هتتحدى نفسك وهتقول انا هتعلم المهاره دي في شهر، واعمل توثيق يومي ليك كل يوم. سجل فيديو كل يوم قد ايه انت بتتطور، واكتب بوست يومي على السوشيال ميديا او احكي لحد عن تجربتك. ده هيخليك ملتزم ومتحمس وتشوف تطورك بنفسك. الخلاصه، انت مش محتاج سنه عشان تبقى شاطر يا سيدي. لو ركزت ممكن تبقى محترف في خلال شهر واحد. وتعالى كده قول لي ايه المهاره اللي نفسك تتعلمها في شهر واحد، اكتب لي في الكومنتات لعلنا نستفيد. سلام.